قبل كده ب3 دقايق. طيب يا زبل، ده العادي بتاعك. هايل. في ناس جداد. هاي، أنا راغثة ودي زبل. أهلا بك. طيب واحنا ساث وكودي. طيب يلا رجعك مكاني. صح صح. انتوا الناس اللي مش فاكرين اسمائهم. يا ربي الموقف غريب شوية. طيب مش مهم، بطريقة ما كلنا بقينا في الكرتون بتاعكم. وايه ده؟ ده ما كانش في السكريبت. ايه يا سيف؟ هو بيتكلم عن ايه اصلا؟ طيب كودي، ساث، ما تقولوليش انكم مش عارفين. انت بتقول اسمعنا بس. ايوه ده احنا. اوكي دي هتبقى حاجة صعبة. التأمين. انتوا احنا طيب ايا كان هيبقى اسهل لو وريتكم. اتفرجوا. عندنا هنا اسم الحلقة. ايه ده؟ بتقول اسم حلقة ايه؟ اسم الحلقة، وكمان في ال انتوا ما عندكمش مشاهدات كتير هنا. استنى شوية، انت اكيد مش قصدك ان كل حاجة كرتون؟ انت بتتكلم جد؟ طيب ايوه، انتوا الاتنين عملكم واحد كده غريب وعنده دقن. انا شخصيا شايف انه محتاج دكتور نفسي عشان ده اكيد مش طبيعي. طيب كفاية كلام فارغ عن الهوية. احنا خلاص عملنا ده مع الشاب الزاحف في الحلقة التانية. كاميكو. ايه؟ اسمه كان جاميكو، وهو كان صديقي. دي حاجة عمرك ما هتفهمها يا جاكس. ايوه صح، انا لازم اتخلص من كل الحاجات الزيادة. سكوت. عيني. اوكي. شكرا يا لولو. تنين صغير لطيف. ودلوقتي انا اعلن عن حدث جديد مشوق. تاني فعلا. اعتبروني معاكم، انا متأكدة انه هيكون رائع. ايه؟ وانت صح. اسم الحدث هو هلاك كودي وساث. ايه؟ قصدك ايه بهلاك؟ يعني نهاية مأساوية جدا. ايه رأيكم نهدى شوية؟ احنا لسه عاملين جريمة قتل. قصدي مغامرة. لولو أرجوكي خليني نخرج من هنا. ودلوقتي يلا تبتدي المعركة. استنوا لحظة واحدة بس. هما هيواجهوا مين؟ وهل هما خطرين؟ طيب أنا مش شايف سبب يمنع. ساحة قتال؟ مش معقول، انتوا بتتكلموا بجد؟ مين دول؟ وليه لونهم أخضر؟ طيب خليكوا هادين يا جماعة، دول مجرد زومبيز. هم خطرين، كل اللي محتاجينه هو خلينا نجرب الشيء ده. تعرفوا يمكن ماينكرافت ده مش شيء سيء بعد كل شيء. ايه رأيك بقى في ده؟ ده كرتوننا وقوانيننا احنا. ايه زومبيز الضعفة دول مش هيقدروا حتى يقربوا منا. ده يا أخويا. ايه ده؟ والله يوطي. واو، ايه الأجواء دي اللي عندكم؟ دايما مشوقة كده؟ لا دي أول مرة لينا احنا كمان. عادة الزومبيز بتوعنا ما بيبقاش معاهم بلاسترز. انت قلت بلاسترز؟ ممكن تسمح لي اشوف واحد من شعاعكم العجيبة دي؟ ايه ده؟ انت مجنون ولا ايه؟ ممكن تقتل حد بالشيء ده. تمام يا جماعة، اعملوا زي ما عمل جاكس. هي الحاجات دي بتستخدم ازاي؟ دوسي على الزناد. مش بيحصل أي حاجة. انت ماسكة غلط. لفيه. تقصد كده؟ لحظة واحدة، انا لازم اشوفها. استنى ثانية. طب يلا خلينا نشوف هيشتغل ولا لا.
لسه ما فيش حاجة. ايه؟ شغال ها؟ احنا محتاجين وحوش اكتر حيوية. احنا انتهينا. هنعمل ايه دلوقتي؟ طيب ده عالم كودي وسيث، المفروض نسألهم هم. ده صحيح يا بامني، واحنا كرافت صح؟ اكيد. طيب الخطة كالتالي. جاكس انت اهدى شوية. انا هسترخي عند حمام السباحة، نادوني لما يحصل حاجة مثيرة تاني، تمام؟ بس احنا لازم نفضل مع بعض عشان ما تهتمش بيه يا سيث، احنا هنقدر نتعامل من غيره. احنا جاهزين. ودلوقتي خدوا مكانكم. وبعدها قلت له ايه، عايز تخرج من هنا كمان؟ ايه بص عليهم، ليه مش بيموتوا ويخلصونا؟ انا محتاج وحش اكبر. هي لحظة، شفت شوية منهم في فيديوهاتهم التانية. لا لا لا، ده مش هو. ده وده غريب أوي. دلوقتي ده اللي أنا عايزه. تعالى لبابا. ايه ده؟ هو ده جه منين؟ كان في حاجة هنا وبعد كده لا مش عايز اكرر نفسي، بس دلوقتي احنا فعلا انتهينا. واو، أو دلوقتي بقى في شوية تشويق. هي يا صاحبي، لسه فاكر اسم الحدث المثير ده؟ حاجة عن كودي وساث، حاجات عن الموت، الفناء، حاجة زي كده. بالظبط، حاجة زي كده. لو أنا فزت الوحش ده هيكون ليا، هتسمح لي أخده؟ اتفقنا. آسف يا جماعة، مفيش حاجة شخصية، وعدوني بحيوان أليف رائع. لا يا جاكس، انت بتعمل ايه؟ هي مش شايف ان ده الوقت المناسب عشان نعمل كرافت لحاجة تانية؟ هاي ليه مش بتنشن عليه بالليزر بتاعك؟ انت فين يا ساحر يا غبي؟ وروني هو فين. انا هاخد سحر واوريه انا يلا بس انا اضربه. انت ازاي تجرأ؟ دي كان بلساني. مش معقول. طيب دلوقتي جه دوري انا. هتشوفوا ألم رهيب. كودي، في طريقة واحدة بس عشان نخرج من هنا. ايه؟ طيب ايه هي؟ او مش هتعجبك، بس دي الطريقة الوحيدة اللي قدامنا. طيب اكيد مش اسوأ من اللي احنا بنمر بيه دلوقتي، صح؟ فاكر اسم الحدث صح؟ موت كودي وسيث. لا، لازم يكون في طريقة تانية يا سيث. ما عنديش أي فكرة عن اللي انت ناوي تعمله، بس لو ما كملتش احنا هنموت. لا، مش قادرة أعملها، ده بس بطلي المونولوج ده. ما فيش حاجة شخصية يا صاحبي، مش أنا اللي حطيت القوانين. أهلا، تحب تشوف خدعة حلوة؟ استنى. جاكس كفاية، انت تاني بجد؟ انت عملت ايه؟ أنا خلصت الحدث، ده اللي عملته. ما تزعلوش، انتوا نجحتوا في الحدث. شغل هايل يا جماعة، وبرغم اني مش فاهم ليه لسه احنا في نفس النقطة، بس الحياة لسه جميلة. الحياة؟ معقول، أنا بس بحاول أعوض عن الغلطات اللي فاتت. غلطات؟ احنا كلنا مجرد غلط كبير هنا. بس للعلم ده كلام صحيح تماما. طيب احنا عاملين ايه دلوقتي؟ احنا هنعمل جنازة تانية. فهمت. خلوني أشرح. بطريقة ما احنا انتهينا في برنامج تاني مختلف.
مش عارف ازاي، لكن انا هحقق في الموضوع ده. ومع كده يا بومني في قواعد لازم التزم بيها، والا كل حاجه هتنهار. فاهمين؟ تنهار زي كده. بالظبط زي كده يا جاكس يا صاحبي. لحظه واحده، ايه اللي بيحصل؟ أنا مش فارق معايا. أنا هرجع أوضتي تاني. غريب جدا جدا، عالمنا بينهار. استنى يا لولو، لازم احاول اكتشف ليه واقعنا بيختفي. هاي، يمكن دلوقتي العذاب ده يخلص وأقدر أخيرا أمشي. انت صح. آه. 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 أنتوا لسه عايشين؟ ده بيوجع جدا. إحنا لسه عايشين. يلا. بالفعل هم عايشين، كانوا عايشين طول الوقت، لكن هم اتجددوا خارج واقعنا المصغر اللي دلوقتي موجود. طيب وببساطة الموضوع معقد جدا. واتضح انهم مش ممكن يموتوا في عالمهم، ففي الواقع احنا كنا هنمحي نفسنا من عالمهم. يعني هما وبعدين إحنا وبعدين هما وإحنا مع بعض. ايوه، ايا كان انت بتتكلم عن ايه، فانت فهمت صح. حلو. جدا يا صديقتي. طيب يا جماعة، عندنا وقت نضيعه هنا، فاستمتعوا، وفي نفس الوقت هدرس العالم ده عشان أفهم إزاي وصلنا هنا. إيه رأيكم في القصة دي هنا؟ ده ممل قوي. مر علينا أسبوع كامل من غير أي مغامرة. أسبوع ده فترة طويلة. دلوقتي فين ترعي؟ طيب خليك مكانك واستناني. وانت مين بقى؟ أنا فاهم قصدك إيه، لكن دلوقتي ده مش فرخة؟ صح. طيب ليه ده مش موجود هنا الأمور كمان؟ ماشية كويس عادي. جدا معانا، ومفيش حد إزاي محتاج ده أي وصل هنا؟ مساعدة. كل الناس ده عايشة مكانه في مش هنا. سلام. طيب خلاص بلاش. وحتى زاك الحزين دلوقتي مبسوط. إيه ده؟ في حاجة فتحت على وشي. في فتحت القرير في الشغل أصلا. أنا مش شايف حاجة خالص. عشان ده جردل مش خوذة، والجرادل ما فيهاش فتحات. دي من أساسيات الجرادل إن ما فيهاش فتحات. آسف، أنت كنت بتتكلم عن إيه؟ كنت بقول إن أنا مش هفضل قاعد كده وأدفي الكرسي بقعدتي عليه. زهقت أصلا من كتر القعدة. ده صحيح. وكمان أنا متأكد في اللحظة اللي هطلع فيها برا المغامرة هتلاقيني لوحدها. هتشوف. كودي. إيه اللي بيحصل؟ أعتقد إن عندنا ضيوف يا سيث. أنا محتاج دكتور. أمي حالي. أنت مش عارف مين فيهم الأول. ده نقل مباشر من مخبأ مجرم خطير جدا في وسط عملية اعتقال. الحاجة ماشية بسلاسة. قلت لك إن المغامرة هتلاقيني لوحدها. صباح الخير، أنا اسمي العميل تيمي وينكل. ده أكتر اسم مضحك سمعته في حياتي. ما ينفعش تهزر كده مع عميل. وأنا العميل شنايدر بيكر. وده كمان أغرب. هو كان بيقول إيه؟ هو بيقول إنه سعيد بمقابلتكم. أيوه، إحنا هنا لتمثيل فاعل ميم ألف. فاعل مين؟ فيدرالية عملاء مكافحة الإرهاب. إحنا ما خالفناش أي قوانين فيدرالية، مش كده؟ لا، أنتوا ما خلفتوش. مورتمر فرانسيس ماكبوربر، أنت متهم بسرقة كازينو. إيه؟ بس إزاي؟ إحنا نفسنا مش متأكدين برضو. كنت دايما حاسس إن الخنزير ده مريب. طيب يلا نبدأ. طيب أهم حاجة إنك تفضل ساكت، فاهم؟ ما تقول لهمش أي حاجة. أنا لسه قايل إيه؟ خليك ساكت، ما تحكيش القصة دي خالص. معنا كل الأدلة أصلا. إزاي ده ممكن يحصل أصلا؟ هو مجرد خنزير. آسف على ده، لكن ده أفضل دفاع ليك. مستحيل يسرق كازينو. هو يعني هو خنزير. طيب يلا نشوف رأيك إيه في ده. إيه؟ ده ما فيهوش صوت. صحيح، لحظة. تمام. ده كلام فارغ أصلا. أنا بعمل أفضل ما عندي، اعذروني شوية.
لا انت عملت كويس جدا، بس الفيديو ده هو ده حقيقي؟ هاي ما في شك في ده، صاحبك في ورطة كبيرة. هيحتاج معجزة حقيقية عشان يخرج من هنا. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا قلت لك مش كده؟ كنا اكيد كودي، هنقابل انت مغامرة. خضتني. ده شكل شغل مناسب لكودي العميل الخاص. كودي دي مش لعبة، مورتيمر هيتسجن فعلا. احنا الاتنين عارفين ان مورتيمر ما عملهاش. ده معناه ان كل اللي محتاجينه ان احنا نلاقي الجاني الحقيقي. فكر في ده، ممكن يكون اي حد في اي مكان، حتى على سبيل المثال البطة. هاي يا سيف. بطلوا تخضوني بقى، انت بتعمل ايه هنا اصلا؟ يعني أنا عايشة هنا، كنت معدية من هنا وشفتكوا انتوا الاتنين. طيب اسف على ده، مبسوط اني شفتك يا اشلي. طيب بما اننا كلنا هنا، يلا نروح الكازينو وندور على ادلة. الموضوع مش بالبساطة دي، الكازينو اللي اتسرق ده ملك السيد جاجليارديني. مستر جاجليارديني؟ تقصد العنكبوت المافيا اللي كان عايز ياكلنا؟ بالفعل يا بامبينو، أنا فاكر كويس. لا هو مين ده؟ أنا سعيد جدا إن قابلتكوا تاني يا راجسي. مستر جاجليارديني. مستر جاربتشيني. جاجليارديني. مستر جاجليارديني، انت بتفكر تاكلنا تاني؟ طبعا لا، انت فاكرني من الوحوش اياهم. لكن لو حيوانك الصغير ما رجعليش كل الألماس بتاعي، يبقى هتشوفوا الرجالة بتاعتي، أقصد العناكب بتاعتي، هيعملوا فيه إيه؟ هيعملوا فيه إيه؟ هيطبخوه ويقدموه زي الخنزير. ما تعرفوش كوتشينيا ولا بابيت؟ بس هو خنزير. مستر جاجليارديني، بص مورتيمر اتهم ظلم، لكن احنا هنلاقي الجاني الحقيقي والألماس بتاعك إذا سمحت لنا نفحص الخزنة المسروقة. بينت كريس هيساعدكم في ده، لكن يلا استعجلوا، مفيش وقت عندكم. أرجوكوا عدوا من جهاز الكشف الأول، دي سياسة الكازينو. إيه ده اللي جوه جسمك؟ كودي انت في حاجة مخبية في بطنك؟ ده تلسكوب اكلته عشان اخد قوة الملاحظة بتاعته. يا غبي، مش ممكن تكسب قوة من ده. مش ممكن تاكل تلسكوبات بالطريقة دي. ما كانش المفروض اثق في كل حاجة بشوفها على الانترنت. طيب احنا بندور على ايه؟ بندور على أدلة هتدلنا على القاتل. احنا بندور على الحرامي ألماس. يمكن ده بالظبط اللي القاتل عايزنا نفكر فيه. ها؟ ده ايه ده؟ دي مجرد خردة. ده كان دليل يا غبي. دليل كبير، ده كان موبايل الجاني. ايه الشيء ده؟ هاي كريس، مفيش هنا شجر أكاشيا صح؟ أعتقد لا. ليه؟ أعتقد عرفت هنلاقي الحرامي فين، تعال ورايا. طيب احنا بنعمل ايه هنا بالظبط؟ حرامي الألماس وقع شتلة أكاشيا في الخزنة، والمكان ده هو المكان الوحيد في البيوم ده اللي فيه أكاشيا. طيب ده كأنك بتدور على إبرة في كوبة قش. لقيتها. لقيت ايه؟ الإبرة. هايل. طيب احنا كده خلصنا نص المهمة، المتبقي بس اننا نلاقي الحرامي. ايه ده؟ مورتيمر؟ جاري ها؟ أنا ما بيدفعليش فلوس كفاية عشان أعمل كده. اقف عندك، انت مش هتهرب. فين؟ فين؟ هو راح فين؟ ممكن يكون شكرا. دلوقتي انت اخيرا اتمسكت. أنتوا فعلا فاكرين كده صح؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ مفاجأة مش كده؟
أنا قضيت وقت طويل عشان أخطط الانتقام المثالي البدلة دي ضيقة أوي. انت ازاي عرفت تلبسها اصلا؟ وانت مين يا صاحبي؟ لحظة إيه؟ استنوا، ما تقولوليش إنكم مش فاكريني. أنا بام باترز. بام؟ ها؟ أنت متأكد إننا نعرف بعض؟ أنا مش مصدق، انتوا دمرتوا حياتي، خربتوا كل مسيرتي. ايوه ده هو يا سيث، فاكر؟ ده الراجل اللي احنا سيبنا عليه فراخ. لا، التاني كان اسمه كيفن. أنا هفكركم، بس خلوني أطلع من البدلة دي أوي. بس ضيقة أوي. عايزنا نصدق؟ لا لا لا، أنا هتصرف لوحدي، بس شوية كمان. هو انت التاجر اللي سيبناه في القرية؟ هخليك تدفع الثمن يا كوني. لا ده مش هو، لكن المفروض نرجع عشان نتاجر ده. أنا مش قادر استحملكم انتوا الاتنين، خلاص كده أنا هدمركم. ها؟ إيه ده؟ إيه؟ استنى، انا افتكرت. أوه. انت الجار اللي حرقت له بيته، صح؟ لا يا غبي، أنا جار، أنت حرقت بيتي أنا. ايه هو حرق بيتك؟ إيه اللي حصل؟ يا ربي. انت مين اصلا؟ لا. هو ده حرامي الألماس بتاعنا؟ هي يا عملاق، خد ده. فين يا شباب؟ لا فانتاستيكو، رجعتوا لي الألماس بتاعي، ده معناه إني مش هاكلكم دلوقتي. طيب يا كريس، يلا نمشي من هنا، تعال ورايا. رجلي. انتوا التلاتة عملتوا شغل هايل، لكن ليه الشخص ده حاول يورط خنزيركم الأليف؟ ما عندناش اي فكرة، لحد ما افتكرنا ان في يوم من الايام مورتمو كسبه في بطولة وخد الجايزة الاولى. خنزير غلب الراجل ده في مسابقة. هو فعلا فاشل. بالمناسبة ايه اللي هيحصل له دلوقتي؟ هو هيروح سيبوني لسجن أطلع. سوبر ماكس لأخطر أنواع المجرمين. كوني. مكان انتوا لسه ما حد شفتوش هرب منه نهايتي. قبل كده. أنا هنتقم، أقسم إن في يوم من الأيام هخليكوا تدفعوا الثمن. مورتمو، انت دخلت السجن نص يوم بس. يلا يا كوني دوس بنزين. هاي سيث، البوابة الغبية دي ودتنا وسط الزومبيز. بص، مش احنا بس اللي في ورطة. رائع جدا. واو، رائع جدا. اوه يا صاحبي، ايه ده اصلا؟ الشيء اللي معاك ده؟ ده مسدس البوابات. ممكن اشوفه؟ طبعا، اتفضل. استنى، هو راح فين؟ ايه ده؟ واو، ده رائع جدا. كوني، محتاجك تسلم المسدس ببطء قوي وترجع المسدس تاني اسمك كان ايه؟ ارنولد. بيبي بيو. اوبس. كوني، رجع المسدس لارنولد حالا. اتفضل. واو. يا جماعة.
ايه يا جماعة؟ اوه لا، قول لي بس ان مفيش حاجه اتكسرت. تمام. انا كويس. المسدس بتاعي ما اتكسرش، ده معناه اني اقدر لسه ارجع البيت. الحمد لله على ده. ها كودي انت كويس؟ شكرا اسألك يا ست، انا كويس جدا. انا مبسوط انك كويس. ما تقلقش، انا فعلا كويس. اعتقد ان ده كان ظهري. ايه المهم قوي في الحديدة القديمة دي اصلا؟ ها حد يقدر يقول لي؟ طيب مبدئيا ارنولد محتاج عشان يرجع بيته. وانا فعلا محتاج اعمل ده النهارده. مبسوط؟ طيب ما كنت تقول كده بدل ازاي ده كله. طيب اتفضل. طيب لسه ممكن يشتغل عادي حتى من غير القطع الزيادة دي. ووبس، اعتقد ما بقاش يشتغل. كان المفروض تشرح كويس من الاول يعني. مش هعرف ارجع بيتي تاني. ده معناه انك ممكن تفضل هنا معانا. ايه؟ طب ممكن نحاول نصلح مسدس البوابات بتاعك؟ وهتعمل كده ازاي؟ طيب هنفكر في حاجة، صح يا كودي؟ في النهاية دي أقل حاجة ممكن نعملها عشانك. اللي تقول عليه. بس انا هحتاج شويه مواد متطوره قوي. جرافايت وتيتانيوم واكسيد الزنك وكمان شوية فايبرانيوم. ايه؟ هو قال ايه دلوقتي؟ يبقى لازم نزور كهف الشر ده، في تقريبا كل اللي محتاجينه. كهف الشر ده مجرد مجاز، صح؟ ليه هتستهدفني انا بس؟ ده دخل في بقي. ابعد عني. وعلشان تبقى عارف، كل اللي جوه الكهف غالبا هيحاول يصطادنا. عارف، سمعت ان في 74 نوع من الوحوش اللي في اللعبه دلوقتي. ده صحيح، وده معناه 74 طريقة نموت بيها. بص، ممكن تستخدم الأربع بلوكات حديد دول عشان تعمل جولم. بلا بلا بلا. بص، عصاية. هي في كمان واحدة. أنا مزعج جدا. واو، ده لازم يبقى سلايم. هاي، هو فين كودي؟ ده رافجر. ده كان ايه؟ ده كان سيلفر فيش. اوتش. هاي. وده هيرو براين. ده مجرد كريبر. ده صحيح، ده كان كريبر. شفت النوع ده قبل كده. يا ارنولد يعرف حاجات كتير قوي. انا لازم اشترك في قناته بعد كده. وانتي؟ انت بتكلمني انا؟ انتي. بس ازاي؟ ازاي؟ بجد؟ ايه؟ بس انت ازاي؟ اشتركي ودوسي على زر الجرس واعملي لايك. اضغطي هنا وبعدين هنا. ايوه كده تمام. طيب انا همشي بقى خلاص. بس ازاي؟ طيب اعتقد اننا جمعنا كل اللي محتاجينه. في بس حاجه واحده اخيره. قول لنا بس ايه اللي محتاجه وانا وكودي هنتصرف. صح يا كودي؟ هنعمل اللي نقدر عليه. طيب انا محتاج جردل. ايه جردل؟ ايوه. طيب ماشي، اعتقد. اتفضل. شكرا. هو خلاص مشي. طيب يا كودي، اتفضل، دي هديه ليك. جردل في مية، دي مفاجأة رهيبة. وطي صوتك شويه يا كودي، الكهف ممكن يكون مليان. وحوش صح؟ كل الأنواع 74. أيوة، النرد ده كان بيتكلم عنهم طول اليوم. بص على ده، خليني أقول لك على حاجة.
طيب خليني أقولك مين اللي كان بيتضرب من كل الوحوش دي طول الوقت ده. مين؟ كودي هو ده، ولا واحد فيكم حاول يساعدني. صحاب إيه بس؟ ده مش مجرد جردل يا كودي، في اكسلاتل جوه. واو، أكسلاتل هايل. ده الوحش الوحيد اللي ما حاولش ياكلني النهارده. ها بص على الحيطان دي، أنا شايف طعم الخوخ وألوان الصوت. هو ده الأكسلو. ايه الصوت ده دلوقتي؟ طيب ايه ده بس أكسلاتل أعتقد. ما تقلقوش، كل حاجة تحت السيطرة. واو، الاكسلاتل عنده قدرات شفاء وانت فعلا محتاجها دلوقتي. على اي حال، بما ان سلاحي بابا اتصلح، ده الوقت اني ارجع البيت. ثانية واحدة يا ارنولد. ها؟ انا اسف جدا اني تسببت لكم في كل المشاكل دي. ايه ده؟ واو. هو قال ايه من شوية؟ يلا نشوف. هو ده كان ووردن؟ أول مرة أشوف ووردن من قريب كده. ها؟ فين؟ أنا هنا. أوه كودي، ده كان رائع. هاي، هو اللي أنا شفته ده كان ايرون جولم. طيب دلوقتي عندنا مشكلة تانية. مستوى الشحن متبقي قفزتين. هايل. قفزة واحدة متبقية. اديني ده. استنى. ها؟ لا. كودي. سيف. ها؟ دي كانت فكرة تحفة يا صاحبي. طيب هو مين محتاج توصيل بعض تاني أو أي حاجة؟